ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، كذلك التفسيق والتبديع. فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم. فالمقصود أن هذا التسلسل أو هذا الإلزام غير لازم أبدا. هذا باب واسع، قد يرى عالم أمرا واجبا ويراه الآخر ليس كذلك. وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه باب الاجتهاد لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه.